السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفضاء مليان بالكواكب غير كوكب الأرض طبعا، وأكيد كلنا درسنا الكواكب وأسمائها وإحنا صغيرين، بس عمرنا ما سألنا نفسنا سؤال: يا ترى ليه الكواكب بتدور حول الشمس مش العكس؟ ده اللي إحنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. الغريب في الموضوع إن الكواكب هي اللي بتلف، مع إننا شايفين إن الشمس هي اللي بتلف، لأنها بتمشي فوق مننا وبتختفي في الناحية التانية المعاكسة اللي بتطلع منها. يبقى إزاي الكواكب هي اللي بتلف، على الرغم إن البيوت والأماكن والطرق واقفة مكانها مش بتلف؟ يعني زي بيتك من ساعة ما أنت اتولدت وهو موجود في مكانه ما اتغيرش، مكان الشغل، القهوة اللي بتروحها، أي مكان، والكواكب هي اللي بتلف. أحب أقولك إن الطبيعي إن الكواكب هي اللي تلف، لأن ده بيبقى السبب الرئيسي في تغيير فصول السنة، والسنة بتبقى على أساس دورة الكوكب حول الشمس. يعني السنة متحددة في كوكب الأرض 365 يوم، لأن الدورة الأربع فصول بينتهوا خلال 365، وبالتالي ده بيبقى دورة كاملة للأرض. أما مثلا كوكب عطارد فده بيستغرق حوالي 88 يوم للدوران حول الشمس، 88 يوم من كوكب الأرض. يعني السنة في كوكب عطارد بتبقى 88 يوم حول الأرض، خلالها بتلف الأربع فصول، وبالتالي مفيش حد اكتشف حياة غير على كوكب الأرض لحد دلوقتي. وبكده تكون حلقتنا خلصت. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.